كمان صار الموضوع سياسي، الفيديو صار سياسي أكثر منه. أنا رحت على السوق وسألت الناس، يعني بالنهاية أنا لما أروح على أي مكان في العالم بدي أحكي مع السكان المحليين، شو رأيكم بالحدود؟ شو رأيكم هاي الأكلات من وين؟ أنا هيك بسأل عادي. فلما سألت واحد من اللي جاوبني قال لي إنه هاد إحنا بنجيب البهارات هاي أو بنجيب هاي من المغرب. فهون كمان هاي نقطة ثانية كان زعلتهم، إنه إحنا لا، إحنا ما بنجيب أشياء من المغرب، هاي مش من المغرب، لا من الجزائر. ففي كم لما نزلت الفيديو قعدت أشوف شو قاعد بصير، الكل بيحكي معي من الجزائر، الكل بيحكي معي، كل اللي كانوا معي. واحد بيقول لي احذف كل المحادثة بيني وبينك. قلت الموضوع كبير جدا. السفير في الإمارات كمان حكى معي، قال لي احنا اعطيناك الفيزا وثقنا فيك، انت ليش عملت هيك؟ قلت انا ايش عملت؟ طيب انت قولوا لي ايش عملت. قال لا هذا الفيديو موجه كأنه سياسي رايح. فحذفته يعني على طول، عملته برايفت. تبع تويتر شغله، يعني هو سياسي كثير بكتب على تويتر، وصار يهاجمني لدرجة انه احنا على الفيسبوك عملنا بان للجزائر انها تحضر فيديوهاتنا من اول ساعتين، لانه كلهم راحوا على الفيسبوك. هو صار ينزل منشورات على الفيسبوك وعلى تويتر، فالفيسبوك عندي صار كله مسبات بطريقة عمري ما شفتها في حياتي، يعني قديش لي مسيرتي يعني. هذا وجه الناس كلهم علي، لدرجة انه عملنا بان للجزائر. الجزائريين ما بيقدروا يحضروا فيديوهاتنا، ما يقدروا يدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك. راح هو كتب لهم بتويتر، قال لهم افتحوا نورد في بي ان، افتحوا في بي ان وادخلوا على الفيسبوك وسبوه. يعني تخيل لوين وصلت الموضوع، يعني نذالي، يعني انك تحكي للناس يفتحوا في بي ان وتعطيهم طريقة كيف يغلطوا علي.